اهو يا جماعه، ده كلب هاسكي اهو، ده لسه بنوته لسه عيله. يعني دلوقتي نسال صاحبه هو بيعمل بيه هنا في مصر، مع ان ده موجود في الجليد. نسال صاحبه. خليك معانا وكمل الفيديو نشوف الكلب ده عايش ازاي عندنا في مصر هنا. الله وبركاته. ده يا جماعه كلب هاسكي، تمام، نتايه مع الشاب الجميل ده، تمام. طبعا الناس اللي تعرف الكلب الهاسكي يا جماعه ده بيبقى متواجد في دول شرق اوروبا زي روسيا واوكرانيا والسويد والدول الاسكندنافيه، تمام. طبعا تخيل الكلب الهاسكي اللي بيعيش في الجليد ومتربي في الجليد، تخيل موجود عندنا في المطريه تمام، موجود عندنا في المطريه وفي الجو الحر ده في القاهره في مصر. تخيل بقى، بص كده انت ازاي عايش بيه ازاي هنا ده عادي وعايش معاك في الجو الحر ده. انت تعرف ان ده بيعيش تعرف ان ده بيعيش في الجليد ولا ما تعرفش؟ عارف. طب انت ازاي خيته يعيش في درجه حراره 40؟ عادي اهو يا جماعه. بصوا الكلب الهاسكي احنا خدناه عندنا في مصر تمام، وبنعذبه على العموم حافظ عليه ماشي، عشان دوت اصلا مش الجو بتاعه اصلا، تمام كده. فطبعا دي نتايه يا جماعه، دي نتايه ولسه شابه تقريبا كده، تمام. تعالي كده حبيبتي، انت نتايه ها، تمام. اي ما شاء الله عليها، لسه عيله صغيره. فطبعا انا طبعا لقيته بالله عليك يا اخي، يعني حاول انت كل تحميه والكلام من ده كله عشان يظبط معاك، لان دوت مش دي البيئه بتاعته، البيئه بتاعته اصلا في الجليد، تمام كده يا جماعه. فقلنا نوريه لكم اهو، تمام. واهو صاحبه اهو ماشي، هو بيقول لي البيئه تمام. فيلا ربنا يبارك لك فيه، حافظ عليه بالله عليك يا اخي ها، ماشي. فقلنا نوريكم بقى ازاي الكلاب الهاسكي بتتعذب عندنا في مصر، اللي هي اصلا مسقط راسها الدول الاسكندنافيه والدول اللي فيها جليد والكلام من ده، جايبينه نعذبه عندنا هنا في مصر. وطبعا بيتحط فوق سطح منه للشمس، مش عارف عايش ازاي وازاي هو تأقلم على ده، تمام كده يا جماعه. ربنا يبارك لك فيه، يلا سلام سلام.